عائشة قنديشة يشار إليها في بعض الأعمال باسم قنديسة، امرأة مجاهدة عاشت في القرن 15 وسماها البرتغاليون بعائشة كنديشة أو كونتيسا، أي الأميرة عايشة، وقد تعاونت مع الجيش المغربي أنداك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا أهلها. الرواية الثانية تنبع من الذاكرة التراثية الشعبية للمغاربة التي تعتبرها شخصية أسطورية تشبه بالجن، وعادة ما يتم تصويرها على أنها شابة جميلة لها أرجل حيوان ذو حافر مثل الماعز أو الجمل. على الرغم من أن أوصاف عائشة قنديشة تختلف من منطقة إلى أخرى داخل المغرب، إلا أنه يعتقد عموماً أنها تعيش بالقرب من مصادر المياه، ويقال إنها تستخدم جمالها لإغواء الرجال المحليين ثم تصيبهم بالجنون جنونهم أو تقتلهم. من أسمائها أيضاً عايشة مولاة المرجة، سيدة المستنقعات، لالا عايشة، عايشة السودانية أو عايشة الكنوية. تفيد الرواية الثانية الرائجة بأن هذه السيدة كانت شخصية معروفاً بمقاومتها جنود الاحتلال إبان التوسع البرتغالي للمغرب الذي دام زهاء قرن وبدأ منذ سنة 1415 ميلادية، وكانت شراستها في مواجهتهم سبباً في الاشتهار بأنها جنية وليست من بني البشر. الأسطورة ويصور التراث الشعبي المغربي عيشة قنديشة مرة في شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة تقضي مطلق وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، وتارة أخرى تأخذ شبهاً قريباً من بغلة الروضة فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافر الماعز أو الجمال بحسب المناطق المغربية. وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها يتعرض لإغوائها فينقاد خلفها فاقداً للإدراك إلى حيث مخبئها دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة لتطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر. تفتن عيشة قنديشة الرجال بجمالها وتستجهجهم إلى وكرها حيث تمارس الجنس معهم، ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أجسادهم، إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو اشتعال النار أمامها. وفي إحدى القصص التي تدور حولها يزعم أن عيشة قنديشة اعترضت مرة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها، إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا شيئاً فيها يميزها عن بقية النساء وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس. التعريف حسب بعض المصادر فعايشة قنديشة شخصية حقيقية، وهي امرأة تنحدر من الأندلس من عائلة موريسكية نبيلة طردت عائلتها من هناك. عاشت في القرن 15 وأسماها البرتغاليون بعايشة كنديشة، أي الأميرة عايشة الكونتيسا كونتيسا، وقد تعاونت مع الجيش المغربي أنداك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا وشردوا أهلها، فأظهرت مهارة وشجاعة في القتال حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغاليون أنها ليست بشراً وإنما جنية. صنعت لنفسها مجداً واسماً ذائعاً لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة عندما حاربت الاحتلال، واتخذت في ذلك مذهباً غريباً حيث كانت تقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى حتفهم إلى الوديان والمستنقعات، إذ يتم ذبحهم بطريقة أرعبت المحتلين الأوروبيين. الأنثروبولوجي بول باسكون لا ينحصر تداول هذه الأسطورة في أوساط العامة، فقد كتب عالم الاجتماع المغربي الراحل بول باسكون عنها في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب، حيث تتداول أوساط العامة أسطورة تحكي كيف إن أستاذاً أوروبياً للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثاً حول عيشة قنديشة، فوجد نفسه مضطراً إلى حرق كل ما كتبه حولها وإيقاف بحثه ثم مغادرة المغرب بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة ومتلاحقة. عيشة قنديشة في الفن والأدب. تحولت سيرة عيشة قنديشة إلى مصدر إلهام لعدد كبير من الفنانين والمبدعين، من سينمائيين ومسرحيين وروائيين وتشكيليين،
رواية عيشة القديسة لمصطفى الغتيري أصدرت دار النايا للنشر والدراسات في سوريا رواية تحت عنوان عيشة القديسة للروائي مصطفى الغتيري استلهمها من الأسطورة الشعبية المغربية. وتدور الرواية حول 4 أشخاص اعتادوا اللقاء في مقهى، وهم الأستاذ سعد والجمركي والممرض ويحيى الموظف بالبلدية، فيخوضون من خلال أحاديثهم اليومية في موضوع عيشة قنديشة. ولإثارة حساسية الخوف والهلع ارتأى الكاتب أن يكون موعد حديثهم ما بين صلاتي المغرب والعشاء. وإن كان المتحدثون مثقفون ومتعلمون، ولكنهم ما زالوا يتحدثون عن الوهم القديم الذي كان يتخذ كغيره من المواضيع الخرافية مطية لهزم الخصوم لقضاء مآرب في الخفاء والتخفي. ويسافر بنا الراوي بعد جلسة ما قبل المغرب في فضاء مظلم باتجاه الشاطئ الصخري، حيث هناك تقبع في مخيال البعض الأرواح الشريرة، وعلى رأسها عيشة قنديشة المغربية. وعلى إثر حادثة سير لبطل الرواية الأستاذ سعد، وهو في طريقه لممارسة هوايات الصيد ليلاً كما العادة، يسرح في عوالم تخيلية لها علاقة بالزوجة والقنديشة، حيث يعيش فترة زمنية بين الحلم واليقظة والهذيان وارتفاع درجة حرارة حماه، ليجد نفسه من جديد بين أحضان الزوجة والأصدقاء، ويعود لحالته الطبيعية، لكن متوكئاً على عكازتين، حيث يطغى على لاوعيه شبح عيشة قنديشة من آن لآخر.